اعملوا ما شئتم اني بما تعملون بصير. تحكيم العقل. ربنا بيطالبنا ان احنا نحكم العقل في عواقب الامور. الذنب اللي انت بتعمله والشهوه اللي انت بتعملها فكر فيها هتوصلك لايه؟ هتوصلك لايه؟ وانت عايز ايه؟ النبي ماشي عليه الصلاه والسلام ولقى جدي اسك، ودنه مقطوعه، ودنه صغيره ومقطوعه ومنفوخ ومعفن ومنتن ورجله مرفوعه لفوق ومنفوخ. قال للصحابه ايه؟ من منكم يشتري هذا بدينارين؟ قالوا يا رسول الله ده لو سليم مش هنشتروه بدينارين، ده ما فيهوش ودن. عندهم حته الودن دي كبيره العرب. قالوا يا رسول الله بس لو سليم ومش منفوخ وميت ومعفن مش هنشتريه بدينارين. قال لهم لا الدنيا عند الله اهون من هذا على الدنيا بتاعتكم. يبقى انا هحكم ايه النبي؟ بيحكمهم بايه النبي؟ بيخاطبهم بايه؟ بيخاطبهم بالعقل. بيقول لهم الجد المعفن ده اللي انتم مش عايزين تشتروه، الدنيا عند الله اهون من الجد المعفن ده اللي احنا عمالين نتقاتلوا عليها ونزعل عليها وشهوه ماشي. افمن يمشي مكبا يعني ايه؟ يعني بص ماشي عامل كده مطقطق راسه كده او بيبص كده وبيبص كده مش باصص قدامه. افما يمشي مكبا على وجه اهدى اما اللي ماشي باصص قدامه وشارفه ومش ازاي بالراحه. هو ربنا ولا تفكر يا عم؟ يا عم فكر يا عم. افمن اتبع رضوان الله كمن باع بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. ربنا بيقول لك تفكر في اللي انا بقوله لك. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف نهار. عامل بنيانك على جبل مش على ارض واساس وبنيان، عامل بتاع على منحدر، بادئ بدايه غلط. بيقول لك فكر ربنا سبحانه وتعالى. بص الايه دي افمن يلقى في النار خير اما ياتي امنا يوم القيامه. ايه ترد تقول ايه بالله عليك؟ اعملوا ما شئتم. ده ايه ده تهديد ده. افمن يلقى في النار خير بيسالنا اهو اما ياتي امنا يوم القيامه. اعمل اللي انت عايزه انت حر. دي تخوفك الكلمه دي اقسم بالله.